عمرك جربتي جلاش بالطريقه دي قبل كده؟ السلام عليكم، اهلا بكم في قناه سمبوسه وبسبوسه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المكشكشه. اول حاجه هنعمل الشربات، كوبايتين من الميه عليهم كوبايتين من السكر ونص عصير ليمونه، وهنحطهم على نار متوسطه ونسيبهم لغايه ما يغلي من 5 دقايق ل7 دقايق، وهنشيل الريم لما يغلي. بعد كده هنطفي النار وهنحط ربع معلقه صغيره فانيليا وهنسيبه على جنب يبرد. بعد كده هنعمل المهلبيه، كوبايتين من اللبن بدرجه حراره المطبخ عليهم معلقه ونص كبيره من السكر الابيض و3 معالق كبار من النشا. واحنا هنا ما كترناش السكر علشان الشربات هيبقى مسكر فما يجزعش. بعد كده هنقلب الفانيليا، ربع معلقه صغيره فانيليا على المهلبيه، وده القوام اللي احنا عايزينه، وهنسيبها تبرد. بعد كده هنجيب صينيه وهندهنها بالزبده كويس قوي عشان الجلاش ما يلزقش مننا. هنجيب اول طبقه من الجلاش وهنحط نصها جوه الصينيه ونصها من بره. ادي اول طبقه. تاني طبقه من الجلاش الناحيه التانية، وهنجيب تالت واحده من الجنب دوت وتالت واحده ورابع واحده من الجنب دوت زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هندهنها كويس قوي بالزبده، هندهنها كويس. بعد كده هنجيب جلاش هنحطه طبقتين جوه الصينيه وهندهنها تاني بالزبده. لازم ندهن بالزبده كويس قوي. بعد كده هنحط جلاش من الناحيه دي ومن الاربع نواحي. بعد كده هنجيب المهلبيه البارده وهنحط معلقتين من القشطه وهنقلبها، وهنحط المهلبيه في نص الصينيه، وبعد كده هنسويها علشان الطبقات تبقى متساويه زي ما حضراتكم شايفين. هنقفل بعد كده الجلاش في اللي احنا عملناه في الصينيه، وبين كل طبقه وطبقه برضو زبده سايحه زي ما حضراتكم شايفين. قفلنا الصينيه. هنكشكش بقى جلاش ورقه ورقه وهنرصها بعرض الصينيه، وهندهنها بالزبده من فوق قبل ما تدخل الفرن، وهندخلها على درجه حراره 180 لمده من ربع ساعه لتلت ساعه على حسب حراره كل فرن. وبعد كده هنخرجها نسقيها بالشربات البارد وهي بتبقى سخنه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنيه رايكم في التعليقات. مع السلامه.